مبروكو، ايوه يا مبروكو كده. والله الواحد صوته خف يا جدعان مع صفارة النهايه، والحمد لله اتاكدنا ان المغرب متصدره. اوه مغرباوي، ايوه بقى يا سيدي بقى، ايوه يا اخي بقى، رجعوا لنا حسنا يا جدعان، رجعوا لنا حسنا. مش هنتكلم فن النهارده، المباراه النهارده كان ليها ظروفها، المباراه النهارده كان ليها ظروفها يا جدعان. احنا اقتنصنا 3 نقاط، متصدرين المجموعه ب7 نقاط. بتقول كام؟ ب7 نقاط، اللي هو تقريبا عدد نقاط الفرق كلها العربيه. طبعا الحمد لله منتخب المغرب النهارده فاز، اي نعم بشق الانفس على زامبيا. وكان عندنا والله يا جدعان ان احنا نعزز الارقام دي كتير جدا. كان عندنا لولا هنقول ضعف اللياقه البدنيه، وخصوصا في الشوط الثاني. عارفين طبعا ومتاكدين ان وليد الركراكي حبوا بس كده اهوت، اللي يعني اللجنه التاديبيه تقول لك احنا بناخد حقوق المغاربه وبناخد حقوق الافارقه كله على سواء واحد. النهارده اي نعم عاقبوا وليد الركراكي قبل المباراه بحوالي كام ساعه، حاجات بسيطه، ولكن هم عايزين يوصلوا رساله ان ما عندناش كولسه وفوز رجع مش مسيطر، والفيلم الحمضاني اللي احنا عارفينه ده. كلنا عارفين ومتاكدين ان وليد الركراكي لم يخطئ من قبل، ما فيش ولا حادثه قبل كده اتثبتت عليه ان هو بالفعل اخطا. بالله عليك، هو انت مش فرحان؟ انت مش فرحان؟ اثبت لي فرحك باللايك بتاعك واشتراكك في القناه، شير الفيديو يا اخي. النهارده فوز منتخب المغرب ريحنا كمصريين. عايز اقول لك انا عندي صوتي وجعني وما كنتش قادر اعمل البث المباشر، نزلت اتفرجت على المقاهي عندنا. فرحه كبيره جدا، فرحه كبيره جدا للمصريين ان المغرب فاز، عشان ما نتقابلش مع بعض. المصريين خايفين وعارفين امكانياتنا كويس. يمكن دور المجموعات ما بتطلعش القوه الكبيره جدا لكل الفرق، ولكن بيبقى عندنا عوامل، في عوامل ثابته كده انت بتبقى عارف قوتك ايه بالظبط. منتخب المغرب ما شاء الله يمتلك من اللاعبين كتيبه لاعبين جاهزه، اسود ما شاء الله. المنتخب الوحيد تقريبا العربي اللي حصل على 7 نقاط تقريبا، ده معدل تاني فرقه في البطوله كلها جايب 7 نقاط بعد طبعا السنغال. يعني كل الناس عارفه ان السنغال مرشحه للنهائي، المغرب مرشح للنهائي، وكل مسانده، كل مسانده وكل حب وكل تقدير لاخواتي وحبايبي المنتخب المغربي اللي بحبه شخصا، وكل الناس اللي بتدعم دايما القناه باللايك بتاعها والاشتراك بتاعها. كلنا عارفين النهارده المباراه كانت صعبه، في بعض اللاعبين مصابين وكانوا مريحين، في بعض اللاعبين النهارده الفورمه بتاعتهم ما كانتش على قد يعني المستوى، ولكن في النهايه احب اطمن الاخوه المغاربه ان المباراه النهارده ما هي الا تحصيل حاصل. يعني وليد الركراكي قال لك انا ريح بعض اللاعبين كده عشان الموضوع ما يبقاش عندنا، عارفين طبعا الاجواء صعبه جدا، صعبه جدا يا جدعان، صعبه جدا جدا في كوت ديفوار. تخيل بقى اللي عمله الجمهور المغربي هناك في لاعبي في جمهور كوت ديفوار ما شاء الله. يعني بص اداهم روح كبير جدا. طبعا كان في جمهور كبير جدا جدا من جمهور المغرب قبل المباراه ديت، كان بيوزع تيشيرتات. طبعا يعني البلد المنظمه اللي هي كوت ديفوار سمحت دخول المباراه ديت بالمجان، ده الاخبار اللي جات لنا، دخول المباراه ديت من الجمهور بالمجان. فبالتالي عايزين يحشدوا كل الجمهور بتاع كوت ديفوار يخش يساند منتخب المغرب، عشان المغرب لما يفوز على زامبيا زي اللي حصل النهارده هم هيصعدهم احسن توالد. فتخيل بقى مع كمان الناس المحترمه من الجمهور اللي انا بعتبره سفير نوايا حسنه هناك في كوت ديفوار، وزعوا تيشيرتات على منتخب المغرب على الجمهور بتاع كوت ديفوار. الناس دخلت وشجعت، والناس بص فرحه عن اول ما ده الاستاد كله ما شاء الله كان لابس احمر، الاستاد كله كان لابس احمر. يعني تخيل ان الموقف اللي انتوا عملتوه في كوت ديفوار دوت هيشيلوه جميله لحد لما البطوله كلها تخلص. اركن انت بقى، تعالى انت بقى، تعالى انت عملت فينا ايه؟ انت عملت فينا ايه؟ احنا كلنا كنا مرعوبين، كلنا حرفيا كنا مرعوبين ان احنا نقابل منتخب المغرب لا قدر الله اللي هو صعد تاني. يعني ما شاء الله الحمد لله، اللهم لك الحمد، بفضل دعوات المحترمين والله، بفضل الناس المصريين اللي كانوا بيدعوا المنتخب المغرب اللي هم يفوزوا ما شاء الله. مصر اخيرا هتقابل كونغو الديمقراطيه، وهتبقى مباراه صعبه واحنا عارفين مباراه هتبقى صعبه جدا جدا. يعني الاختبار الحقيقي في وجهه نظري للمصريين ما شاء الله. عندك المغرب هتقابل جنوب افريقيا، انا اعتبر المباراه ديت في الجيب،
باذن الله باذن الله هتكون الدنيا ريحت شويه، هنلعب لسه كمان 3 ايام ولا 4 ايام بالنسبه لمباراه المغرب. وانا اتمنى من وليد الركراكي، في عندنا كده حته خلل في نص الملعب مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي علشان خلينا فرحانين، احنا خلينا فرحانين. ارجوك كابتن وليد الركراكي والناس اللي تعرف تشير الفيديو دوت تشيره بعد اذنكم، لو سمحت في خلل عندنا في نص الملعب. لاعبي منتخب زامبيا النهارده كانوا بيخشوا لنا بطريقه رهيبه، لولا توفيق ربنا كان ممكن يحرزوا فينا هدف والتاني. ارجوك لو سمحت في حته كده في نص الملعب، وانت اكيد شايف الملعب من المدرجات بعد العقوبه القاسيه، حاولوا يوقعوك لكن انت اسد ما بتقعش بالساهل، حاولوا يوقعوك وللاسف الشديد منهم لله البعد اللي دايما بيقولوا فوز رجع متدخل في الاتحاد الافريقي ولجنه التحكيم وكله لصالح المنتخب المغربي. يعني بص لجنه التحكيم قالت لك انا لازم اعمل عقوبه على وليد الركراكي، لازم اعمل عليه عقوبه. ليه يا جدعان؟ قال لك اصل احنا لو ما ادينالوش عقوبه الناس اللي بتتكلم في المواقع كتير وللاسف شكلهم كده مسيطرين حبتين، ما تزعلوش مني، مسيطرين حبتين، صوتهم عالي واصل ليهم، فعارفين لو هم ما ادوش عقوبه حتى لو كانت رمزيه زي ما حصل بالظبط، هم حاولوا يمسكوا الكف من النص، قال لك وقف 4 مباريات وغرامه، بس 2 يلعبهم و2 مع كفر التنفيذ، ومن ضمنهم مباراه النهارده. ليه اصلا بالنسبه لنا كتحصيل حاصل مش فارق كتير، يعني هي مش فارقه، هي اساسا مش فارقه معانا المباراه دي، بس هو تحديد مركز، وخصوصا ان المباراتين التانيين الحمد لله خلص التعادل يعني بالسلامه. فانا اتمنى من كابتن وليد الركراكي لو سمحت المباريات اللي بعد كده اللي من بدايه الدور ال 16 ما فيهاش لعب عيال، ما فيهاش تهريج، ما فيهاش تجربه ما شاء الله. يعني في لعيبه النهارده كانت رجاله قوي، وفي لعيبه مستواها انا مش عارف ايه اللي حصل لها النهارده، لكن بنقول في النهايه مش هنتكلم فني، خلينا في الفرحه الكبيره وفي النقطه الاساسيه اللي عايز اتكلم معاكم فيها. منتخب المغرب النهارده الحمد لله صعد مركز اول، خلاص نقفل بقى على اللي فات كله ونبص للي جاي. معاك كوت ديفوار، معاك منتخب جنوب افريقيا، ان شاء الله ان شاء الله بدعوات المحترمين اللي دايما ما بينسوش اللايك ودعم اخوهم احمد ميمي، باذن الله هنقدر نفوز عليهم ان شاء الله. يعني كمدارس كرويه لا المغرب تتفوق على جنوب افريقيا. ممكن تختلف معايا في الكومنتات، ممكن تقول لي لا 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 جنوب افريقيا اقوى، لا دي حاجه تانية، دي حاجه تانية. المشكله بقى معايا في موريتانيا يعني الحمد لله الممثلين العرب الوحيدين في في بطوله كوت ديفوار الغريبه والعجيبه. المغرب مركز اول 7 نقاط، مصر مركز ثاني 3 نقاط، يعني موريتانيا مركز ثالث 3 نقاط، وكلنا الحمد لله صعدنا لدور ال 16. تخيل بقى ان منتخب المغرب لوحده جايب 7 نقاط بنفس عدد النقاط الفرق كلها، بنفس عدد النقاط الفرق كلها بتاعت منتخبات العرب الهبله الفاشله اللي عندنا. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني سواء تونس ولا الجزائر هم خلاص راحوا الحال سابلهم، وخد بالك ان هم شغالين لغايه دلوقتي كده على المواقع، شغالين ما شاء الله، يعني مستمرين. المغرب هتخسر ايه؟ المغرب هتخسر. الناس كانت متوقعه، انا ما اعرفش جايبين الكلام ده منين وباي تحليل اساسا ان يقول لك منتخب المغرب هيخرج من الدور الاول. انا ما اعرفش باي وجه حق يعني ايه الارقام، اصل ممكن كتحليل نقد محترم ممكن اقول مثلا مصر ما تستحقش، المغرب ما يستحقش، بس بيبقى في دلائل، في ارقام، في ان هم مش عارفين يلعبهم. فالمشكله ان احنا لا، يعني المنتخب المغربي ما عندوش حجه، وليد الركراجي ما عندهوش حجه في البطوله دي. هتقول لي الطقس والرطوبه عليكم وعلى الفرقه الثانيه، وانا مقتنع ان الجمهور المغربي مستني البطوله، هو من زمان وهو مستني بطوله افريقيا، وان شاء الله كلنا جايين لكم في 2025. يعني عايزين استقبال كويس بقى، عايزين استقبال كويس يا جدعان. مبروك لكل اخواتي المغاربه، اول هام واخر هام، شكر وكل شكر المصريين. انا عايز اقول لكم والله في ناس احتفلت بفوز منتخب المغرب من الدور الاول. انت متخيل؟ في ناس محتفله فعلا، في ناس كانت بتلف عندنا في الشوارع في الجيزه هنا ان خلاص منتخب المغرب فاز واحنا بعدنا عنهم، الناس نازله بتزمر وفرحانه كأن المغرب اخذ البطوله او خد كاس العالم. شوف لدرجه ايه. الحمد لله اللهم لك الحمد اولا واخيرا. هنعمل فيديو تاني تحليل بقى للمباراه. احنا النهارده فرحانين ومرتاحين، المغرب فاز الحمد لله، شرف النتائج العربيه المنتخب الوحيد اللي عنده 7 نقاط. يعني والله اهانه لكل الفرق العربيه سواء التوانسه ولا الجزائريين ولا حتى موريتانيا، بس موريتانيا ما ينفعش ان احنا نحمل عليها اكتر من طاقتها، والمصريين طبعا.
لكن الحمد لله اللهم لك الحمد ان احنا ابتعدنا من امام منتخب المغرب، ودي شهاده ولازم اقولها. الحمد لله، الحمد لله، كل المصريين بتحمد ربنا ان احنا ابتعدنا من امام المغرب في دور 16. كان شكلنا هيطلع وحش قوي، كان شكلنا هيطلع، احنا ممكن نتقابل باذن الله، باذن الله مثلا في النهائي. وهي ماشيه بقى كده، هي بقت ماشيه كده. يعني انتوا في الشق العلوي بالنسبه للتصفيات لسه عندك الكاميرون، عندك نيجيريا ربما تقابل فرقه من الفرق دي، وعندك طبعا جنوب افريقيا اللي هتقابلها اول مره، وعندك كام فيردي ممكن تقابلها. كل ده ممكن تقابله في النهايه، تروح النهائي. ولو مصر يعني لو مصر قدرنا نفوز على الكونغو الديمقراطيه، وبعد كده اكيد السنغال بعد كده، ونصعد المربع الذهبي ايا كان بقى مين هيفوز في الجامد الثاني، هنتقابل في النهائي ان شاء الله. البطوله باذن الله، باذن الله كل التوقعات بتقول البطوله رايحه ما بين المغرب والسنغال، ولو عندنا متفائلين حبتين زياده هنقول باذن الله، باذن الله البطوله تكون مصريه مغربيه 100%. بالله عليك الناس اللي قاعده ونايمه دي تحط اللايك بتاعها، حط اللايك بتاعك عشان انا شايفك وعارفك اهو، انا شايفك وعارفك. حط اللايك بتاعك. كل التوفيق للمنتخب المغربي في المباريات القادمه، كل التوفيق للمنتخب المصري. لعل وعسى يكون اللي فات دوت كان حلم او كابوس، وهنبدا نفوق بقى ونلعب اللعب المعهود بتاعنا. شكرا لكل المحترمين اللي حطوا اللايك على طول، والله ناس محترمه يا جدعان، ناس محترمه، وكل الشكر والله بنحبكم. والله 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 اقرب الشعوب العربيه لقلوبنا هم الشعب المغربي الاصيل المحترم، اللي اتمنى ان شاء الله في يوم من الايام زي ما قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم هيعمل توأمه رسميه مع الجامعه المغربيه علشان ننقل التجربه الناجحه جدا ما شاء الله. يعني اللهم لا حسد، وربنا يكفيكم شر الاعين وكل الناس المتواجده معانا في البث واللي بيتفرجوا على البث وعلى المنتخب المغربي في كل دول العالم. احبائي الكرام، شكرا للناس المحترمه، شكرا لللايك والشير بتاعك، شير الفيديو لو سمحت، ودعمونا كده يا جماعه على التيك توك صفحه احمد ميمي، يعني نحاول نجرب اي حاجه كده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فرحة، يا فرحة كبيرة والله، يا فرحة كبيرة. انتوا مصدر الفرحة المصرية. الواحد انا عايز اقعد اكمل بس صوتي وجعني والله، والله انا عايز اقعد معاكم والله، بس الواحد صوته اصلا والله فعلا كان نفسي اطلع معاكم بس النهارده، كان نفسي اطلع معاكم بس بعيد عن الفنيات والناس اللي هتقعد تنتقد وليد الركراكي وبعض اللاعبين في المباراة. انسى اللي فات وخلينا نبدا من اول وجديد. ديروا النية زي ما انتم ما بتقولوا، وان شاء الله على يقين باذن الله المنتخب المغربي هيلعب اللعب بتاعه المعهود بتاع كاس العالم في افريقيا، ودي هتبقى اصعب من كده كمان. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.